الرحمن الرحيم. بما ان النهارده موسم اللفت فاحنا هنعمل النهارده لفت. دول 3 كيلو غسلاهم ومقطعاهم بالقطاعه اللي انا وريتها لكم قبل كده في فيديو الجزر عشان يديني نفس الشكل بتاع المحلات. انا كل اللي هعمله هحط 3 معالق كبار ملح عليهم كده واقلبهم واسيبهم لمده 10 دقايق لحد ما نعمل المحلول اللي هنحط فيه اللي نخلي فيه لفت. نبتدي بقى نجهز للمحلول. بسم الله. عندي هنا لتر ميه ساقعه وزيهم ميه بتغلي. هحط فنجان عصير ليمون. انا مضاعفه الكميه عشان الجزر اللي انا عملته بالهنا والشفا اهلا اللي اكلوه خلص، فهعمل المحلول دوت لللفت وللجزر، بس طبعا مش هصور لكم الجزر تاني عشان انا عملته لكم قبل كده. هحط بقى كل حاجه زي ما قلت لكم. لتر الميه عليه 3 معالق كبار ملح ومعلقه واحده سكر، وعندي هنا راس توم مفرومه و4 فصوص او 5 كده حبهان وكسرهم من النص عشان يديني القلب بتاعه عشان انا عايزه اعزز النكهه، وكمان قرنين فلفل مفرومين، وبرده لكل لتر 3 معالق كبار خل. انا برده مضاعفه الكميه هنا. والمنكهات بقى كركم وفلفل اسود وكزبره وكمان معلقتين كبار هريسه، انا عملت لكم فيديو ليها قبل كده. نقلب كل المكونات دي معايا لحد ما اتاكد ان كل حاجه دابت، السكر والملح. انا هقسم المحلول دوت نصين عشان نص اخده لللفت ونص اخده للجزر، بس هقول لكم ليه انا قسماه. انا ما لقيتش بنجر في السوق، كان خلصان للاسف، فانا بحب اللفت يبقى لونه محمر شويه، فهحط لون طعام صحي احمر نقطتين كده، عشان كده انا قسمت الجزء دوت. الجزر مش هحط عليه لون طبعا، مش محتاجه ان انا اخليه يبقى احمر. هبتدي ارص اللفت بتاعي في العلبه اللي انا هحط فيها المحلول. انا زي ما قلت لكم ان البطرمانات عندي مشغوله فهعملها في علبه بلاستيك مفيش مشكله، بس انتوا تقدروا تعملوها يا اما في بطرمان ازاز او بلاستيك او علبه زي كده. بسم الله. ابتدي اصب المحلول.